لامين يامال يتعرض لحملة عنصرية من الجمهور الإسباني البارح في الماتش ديال اتلتيكو مدريد وديال برشلونة اللي ربحت فيه البارسا الدقائق الأخيرة اللي تمكنوا من الفوز على فريق اتلتيكو مدريد. اللي تيهم في هاد الفيديو هذا ماشي هي النتيجة ديال الاتلتيكو والبارسا، اللي تيهم هو ولدنا لامين يامال اللي صراحة ديال الله قال لهم انا نصي، يعني انا مزيود ونشأت في اسبانيا وكبرت في اسبانيا، عندها فضل عليا وعلى والديا وكذا، ولكني هذا لا يعني انني ما فياش دم مغربي وانا مسلم، جو سوي مسلمان، يعني اعترف بالفضل كذلك ديال المغرب والديانه الاسلاميه. في الماتش ديال اسبانيا ومصر شفنا ان الجمهور كيهتف وكيقول اللي ما وقفش ما راه مسلم، اللي ما وقفش راه مسلم. ولامين يامال خرج يعني في تغريده على مواقع التواصل الاجتماعي قال لهم انا فخور بكوني مسلم. وهذا هاد الافلام ديال الهنود هادو خولوا الجامعه المغربيه انها طالب ب يعني تنظيم نهائي كاس العالم في المغرب ماشي في اسبانيا، لان الجمهور غير مؤهل انه يحتضن تظاهره او فينال ديال كاس العالم، ومازال كاين العنصريه في الشعب ديالو. ما يغركش الرئيس الاسباني سانشيز كيدافع على فلسطين وكيدافع على كذا، داك ما تيهمش، ماشي مشكل، ولكن هذا ما كيعنيش بان راه الشعب الاسباني ما فيهش العنصريين وزايد. اوروبا بصفه عامه انت كمسلم بالنسبه لهم ناقص واحد احسن. هذا بنت هذا رساله، عندي واحد الرساله خفيفه ظريفه بالنسبه للاباء اللي عايشين في اوروبا عندهم ولادهم تيلعبوا فرق وعندهم موهبه ديال كره القدم او اي رياضه اخرى وتيلعبوا يعني بالدرابو ديال البلاد اللي ساكنين فيه. راه ماشي راييه مثلا المانيا ولا الدنمارك ولا السويد عندها فضل عليك نتايا، عطاتك خدمه وفرات لك السكن وفرات لك كذا وفرات لك كذا، ولكن بالنسبه لهم انت دائما يعني جراده زايده، فهمتيني؟ يعني داك الخدمه السكن ما كيوفروش لك انت فابور الا ما كريسبات شريت نضر. يعني الكابيتاليزم هو اللي سائد في اوروبا، يعني كريتبات شريت نضغ، يعني اي حاجه ما كتعطاش فابور. حتى بالنسبه للمغاربه اللي ما كيعرفوش اوروبا مزيان والسيستم اللي تيقول لك راه تطبيب فابور وكذا، لا. مثلا انت كتخدم بواحد الصالير ديال 2000 اورو، فراه كل شهر كتقطع عليك 300 ديال الاورو ولا 400 ديال الاورو من هذاك الصالير، مرتي ولا ما مرتيش، باش النهار اللي كتمرض ولا كذا داكشي اوتوماتيكمون كتمشي كتعالج، ماشي فابور. الاقتطاعات اللي كيقطعوا لك من الشهوره، اللي كيقطعوا لك من الماضي ديالك كل شهر. هذا توضيح بالنسبه للناس اللي ما فاهمينهاش باش منفوخه. وبالنسبه للناس اللي تيقول لك انا جلست من الخدمه عام كنتخلص وما كندير دوك غير فلوسك، كذلك ملي كتكون خدام كيحيدوا لك واحد الاقتطاعات تقريبا 300 400 الاورو. ملي كتكون خدام كتقطع عليك، ملي كتجلس كيخلصوك من هذوك الاقتطاعات اللي كانوا تيقطعوا لك. هذا كنقول لكم غير السيستم خدامين باوروبا، الحاجه الوحيده اللي فيه مزيانه هو السيستم مزيان، لو كانوا يديروه في المغرب يكون احسن. وراه كاين بالنسبه للناس اللي عندهم لا ميوتيال وبالنسبه للناس اللي عندهم لا سينيسيس راه كيستافدوا. اما الناس اللي في المغرب ما فيها ما عارفيناش باش منفوخه وغير كيهضروا اوروبا فاعله اوروبا تاركه، امريكا اللي كتسحب لكم نتوما كلشي بحال ويل سميث وكلشي بحال روبرت دينيرو عايشين الحياه السعيده، فراه تما راه كيجي غير واحد كيمشي يدير كونسلطاسيون عند الطبيب راه خصو يخلص 500 700 ديال الدولار. وإلا مشى مرا حامله صيفطوا لها 17000 دولار على الناس مشات غير حملات وولدات 17000 دولار، وعلى حساب واش ولدات بسيزاريان ولا ولدات عادي ولا داروا ليها داك لا بيسين ولاده ديال واحد لا بيسين يعني ديال الماء ديال الباسان. اني ما تبقاوش تقارنوا المغرب فيه الفقر فيه الشفره فيه كذا فيه النصابه فيه كذا، زيدوا 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 زيد داكشي اللي ما خصوش يكون. حنا كمسلمين مغاربه وكنا مطبقين الاسلام 100%، ما غاديش يكون عندنا الشفاره، ما غاديش يدخلوا اليهود يزيدوا لنا في العقار، ما غاديش تلقى الدار دايره 900 الف مليار دولار وكتخرج للزنقه كتلقى تشرميه تمشي للطبيب تبغي تداوى ما تلقاش، يعني السيكوريتي اللي يهضر معاك كتولي جاي للسبيطار شويه غادي للكوميساريه. يعني هادشي كامل حنا عندنا في المغرب ديالنا، ولكن هادشي لا يعني اننا ما تنبغوش البلاد، وهادشي ما لا يعني اننا ما بغيناش البلاد تخدم وزيد البدام. انسان الا هضر ولا كذا على المغرب عذروا بنادم انه راه باغي المغرب يشوفوا من حسن الى احسن، ما باغيش يشوف الخونه، ما باغيش يشوف فوارق الطبقيه، هذا لاباس عليه وهذا ما عنده والو. هادشي ما بغيناش نشوفوه في البلاد، ما بغيناش نشوفوا
في لي زيرجونس بنادم محيد عليه يديه كيتسنى 24 ساعه هو كيتسنى ومازال كدوز من حداه الممرضه كدير في تليفونها وكتلعب وكتسوق وكتشوف في التيك توك وكتكدا. هادشي ما بغيناش نشوفوا هاد الصور هادو. هادشي علاش الاباء مثلا بحال دابا اللي سولتي بات لامين يامال غادي يقول لك اوليدي انا كون كنت عرفت المغرب غادي يدفع ليا الوالدي راه غادي ندفع غادي نصيفطو للمغرب، ولكن المغرب كون جا للمغرب ما عرفتش واش غادي يلعب رومبلاسون ولا ما عرفتش ما غاديش ما عرفتش. مثلا حنا ما غاديش نقتصروا غير على لامين يامال، تنشوفوا على بزاف ديال اللعابه اللي كان خاصهم يلعبوا مع المنتخب وعزلوا اوروبا، عزلوا منتخبات اوروبيه على المنتخب المغربي. فراه بعض الخطرات كتشوفهم شي زاويه كتلقاهم مضطرين. ولامين يامال عارف بانه الاختيار راه ماشي هو هذاك وما عمره ما غادي يكون اسباني بالنسبه للاسبان. غير اللون ديال البشره ديالك الا كنت عايش في اوروبا صافي كيميزك على الناس الاخرين. تيشوفك بنادم من 7000 كيلومتر بحال انت كتشوف شي مونامي يعني من الناس ديال جنوب الصحراء تيبان لك من 7 كيلومتر براني راه انت نفس الفيلم هنايا في اوروبا ولا في ميريكان ولا في كذا كتلقى بنادم يعني التمييز العنصري. اليمين يامال مسكين ما عذروش ما احترموا رقم 10 اللي تيلبس على ظهره وتيشطح. والباس اللي طلق في لاتليتيكو مدريد ما عمرني شفت رونالدو، ما عمرني بعدا شي في هاد 20 عام الاخرانيه ولا 30 عام الاخرانيه ما عمرني شفت شي باس بالاكستيريور البيضاء وبالاكستيريور تتعطيها لقدام لاطاكون بداك الطريقه من غير لامين يامال. ما كاينش شي واحد طلق بحال هكا الباس بالاكستيريور من حدا التوش بالاكستيريور بحال لا بلاي ستيشن. عاودوا الماتش شوفوا الماتش اللي تلعب لاتليتيكو شوفوا الباس غريب جدا من عالم اخر يعني بتعليق الماني قال لك السيد هذا ماشي من هذا العالم، هذا عالم يعني جاي من عالم ديجيتال ماشي عالم كره بوحديته مغربي الحمد لله. عطى داك الباس ما احترموا ولا العشرة اللي حط على ظهره، ما احترموا على الموهبه ديالو اللي من 15 عام هو تيعطي لبرشلونه وتيعطي لاسبانيا، ما احترموا حتى شي حاجه. يعني باقي السيد باقي صاعد يعني ما كايناش الرحمه. وكان شي واحد يعني شعرو زهار وكتا وهادي منهم ما تلقى واخا يدير اللي بغا يدير اللي بغا يدير باش عارف راه المغاربه راه مستهدفون. سعد المجرد ها هو راه مؤخرا راه بانت البراءه ديالو ولات هذيك اللي لورا ولا لارا ولات هي اللي مدانه بعام ديال الحبس وما تخرجوا لها شي 10000 دولار 10000 اورو خصها تخلصها. وهي وما واحد صاحبتها هما اللي كانوا تيتفقوا على سعد المجرد في التليفون وحصلوهم لي زوديو ديالهم وكلشي. المغربي دائما متابع، عاد ما بالك انك انت تبقى تعطي راسك الاوروبيين وكذا. انا الحمد لله عندي جوج وليدات دعيو معنا من الله يرحمكم يبارك لنا الله فيهم. الا بغاو يلعبوا المنتخب المغربي راه غادي نخليهم المنتخب المغربي في اي دومين، في البوكس في السبور، في اي سبور، في الرياضه، في اي حاجه خصو يلعبوا الدرابو ديال المغرب. حيت انا بهاد الوجه هذا وبهاد الشعار وباللون ديال البشره ما عمرني ما غادي نكون من البلاد اللي ساكن فيها. ما عمرني ما غادي نكون الماني، انا ساكن في الالمان ما عمرني ما غادي نكون الماني. هادي ما يحيدهاش هي الطبيعه. الا كنت الماني غنمشي نحيد كاع السميه ونمشي ندعي راسي ونسمي راسي فرانك ولا نسمي راسي ستيفن، ولكن شكلي غادي يبقى. لان هاد الناس كيفكروا هكا وهكا دايرين هما ما عندك ما دير اليوم. لهذا بالنسبه ليا لامين يامال ضحيه ديال العنصريه. وان شاء الله الفينال ديال لاكوب دي موند غيتنظم في المغرب لان المغرب غادي في هذا السياق هذا. استغل الفرصه يعني فوز القجع حتى هو وندد ان هادشي ما خصوش يوقع في مباريات كره القدم. لهذا الفيفا غادي تشوف بان ان شاء الله الفينال غادي تنظم في المغرب في ملعب الحسن الثاني بمدينه بن سليمان. وغادي ان شاء الله غادي يكون حفل كبير وغادي يدفع ان شاء الله للسياحه في المغرب، السياحه الطيبه ماشي السياحه الاخرى، السياحه المزيانه والسياحه الرياضيه والسياحه اللي غادي تكون في المستوى. اما فيما يخص لامين يامال ان شاء الله كنتمناو انها تكون شي ثغره قانونيه ويتواصلوا مع الاب ديالو او الام ديالو وجداه ويقنعوه اخويا يلعب المغرب لانه هادشي اللي كيتعرض ليه راه ما يبغي لا ربي لعبدو وماشي في صالح الكره بصفه عامه وفي صالح المغرب. الحمد لله انه يقدر ينقد على اليمين يامين مره اخرى ويجي يلعب في بلاصه يعني البوست ديال ابراهيم دياز والبوست ديال الجسيم وتكون عندنا ان شاء الله تشكيله نمشيو بها كاس العالم في المستوى. هاد كاس العالم ننسى ان اليمين يجي معاك، ولكن ان شاء الله ديال اللي مورا هاد كاس العالم ديال 2030 اللي غتنظم في المغرب اللي يحضر معنا لامين يامال علاش لا ندعموا الجامعه الملكيه ديالنا وان شاء الله يكون خير ولادنا فوق ريوسنا فوق الشفار ديال عينينا. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.